بسم الله. كلنا كنعرفوا هاد الانواع ديال الرجال. كتلقاه راجل باعضاء تناسليه ذكريه، ولكن التصرفات ديالو والحركات ديالو والفعيل ديالو بحال العيالات. هاد النوع كنسميهم الراجل طبون. هاد الفيديو غيكون قاصح. الا كنتي عندك شي حساسيه من هاد الموضوع تقدر تخرج. باش نحلوا هاد الظاهره هادي غنهضروا على اول حاجه هي اسباب ظهور هاد النوع ديال الرجال. ثانيا غنهضروا على العلاقه ديالهم مع الجنس الاخر. ثالثا غنهضروا على الخطوره ديالهم على الرجال. نبداو. قبل ما نهضروا على الراجل الطبون، خصنا نعرفوا شكون هو الراجل الطبون. بالنسبه ليا الراجل الطبون هو واحد الراجل اللي كيتصرف بحال العيالات كيف ما قلت قبيله. كيكون الهضره ديالو مبنجه. غالبا صحابو كاملين من الجنس الاخر، زعما ما عندوش صحاب رجال، صحابو كاملين منه. ولا شفتيه من بعيد تقدر تقول عليه زعما كاي. هما غالبا تيكونوا ماشي كاي، تيكونوا غير واحد النوع ديال الرجال لابسين واحد الشخصيه. غنشرح لكم من بعد علاش كيلبسوا هاد الشخصيه هادي. غنحط لكم التصويره ديالهم غتكونوا كتشوفوها دابا في الفيديو تقريبا. هذا هو الكا ديالهم، تيكون غالبا غليظ، اوفر ويت، وتيكون عنده احاسيس زايده. تقدر تهضر معاه عادي، يتقلق. فهمتي، كيكونوا عندهم الحساسيه زايده على الناس الاخرين. بكل بساطه هما اناث في جسم ديال الذكر. بكل بساطه السبب ديال الظهور كاين بزاف ديال الاسباب. السبب الاول هو غياب القدوه الذكوريه في المغرب. شنو كنعني بهذا غياب القدوه الذكوريه؟ الدراري ما بقاش عندهم اكزومبل. دري صغير ما بقاش كيشوف داك ليكزومبل اللي غيولي بحاله، داك الراجل اللي فيه خصله ديال الرجال، خصال ذكوريه. كتلقى اغلب الدراري، اغلب الناس، يا مربياهم امهم حيت امهم مطلقه وراك عارف الطلاق كثر في المغرب، يا مربيها امهم حيت باهم حط سلاح. بزاف ديال الرجال المغاربه حطوا السلاح ديال تربيه الابناء ديالهم. الا بغيتي تعرف شحال العادات سير شوفها في القهوه. سير مع العصره ديال الليل وشوف في القهوه تلقى شحال من واحد حاط زكو تما. هادو راه ما كيربيو ولادهم لا والو، التربيه كتمشي للام. فاش كتربيك امك، الام ما يمكنش تعطيك اصاحبي الطاقه الذكوريه. الام غتربيك على اساس انك دريه، غتخاف عليك، غتعطيك الحنان، وما غاديش تردعك. الردع شنو هو الردع؟ الردع هو الا باك شافك تتكمي غيخلي ضاربوك، الا شافك تتقمر غيخلي ضاربوك. هاد الفعل ديال الردع هو اللي كيخلي الدري ما ينحرفش. راه نتوما كتعرفوا مزيان هذاك الشمكار ديال الدرب باش كنعيطوا ليه كيكون سميتو ولد ربيعه ولا ولد فاتحه. علاش؟ كتكون مربيه امو غالبا، كيكون ما عندوش با ومربيه امو. والتربيه ديال الام بوحدها ما كافياش، وكتخرج لينا كتخرج لنا مشاكل في المجتمع. ماشي حيت الغلط في الام، حيت الغلط في الاب اللي خلى الولد ديالو. كما قلنا في العائله كتلقى الام هي اللي كتربي. كيمشي للمدرسه، في المدرسه في الابتدائي اغلب الاساتذه عيالات، اغلب الاساتذه ماذا عيالات. كان عندي واحد شحال هادي كنت قريت واحد الدراري ديال السادس، درت لهم السوايع. كنستغرب واحد الدري قال لي كيقرا عندي، قال لي انت اول استاذ راجل كيقريني. دابا تخيل دري كيقرا في السادس، يعني قرا التحضيري والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. ما قراه حتى راجل، حيت النسبه ديال الرجال في التعليم قليله بزاف، وغدا كتقلل مع الوقت، حيت التعليم مهنه سهله. داكشي علاش كيتلاحوا لها الدريات بزاف. اون جينيرال زعما باش ما يتقلقوش علينا الاساتذه. التعليم مهنه من لا مهنه له. هذا موضوع كبير، نقدروا نديروا ليه فيديو خاص به. التعليم فيه زباله المجتمع. الاساتذه ديال دابا اللي ما لقى ما يدار كيدير التعليم، هذا موضوع اخر. قلت لك الدري ما عندوش احتكاك مع الذكور، ما عندوش احتكاك. فاش كيكبر هذا الدري هذا كيدوز ديك الطفوله ديالو المراهقه ديالو بهذه التربيه، كيكبر العالم تيلقى راسو ما عندوش الخصال الذكوريه، وهذا الشيء كيخليه يترمى في حضن الاناث وكيولي كيتصرف بحاله. علاش؟ حيت هو مربيه الام ديالو على هذه الطريقه هذه، وكيسحب باللي هكا خص يكون كيتصرف الراجل. هادشي اللي كيسحب هو. كيجي واحد الوقت
هنا فين كتبدا تبان الخطوره ديال هذا النوع، هذا الرجل الطبون كتبدا تبان الخطوره ديالو على المجتمع. كيجي واحد الوقت هذا الراجل هذا راه هو عنده شهوه جنسيه، راه واخا كيتصرف بحال الدريه حتى هو ما كرهش انه ينعس مع شي وحده. كيجي كيدوخ ما كيعرف ما يدير، كيختار انه يولي كلب ديال العيالات. كلب ديال العيالات. كنت كنعرف كنت في واحد ستاج كنت فيه. كان واحد كان بيرو وكان خدامين 3 دريات وراجل، وانا جيت عليهم ستاجير. هذاك الوقت اللي دوزت تما الشهر كامل، هذاك الراجل بين قوسين طبون كيوصل لذوك الدريات، كيوصلهم الي روتور، تيجيبهم من دارهم وكيردهم بلا كونتر بارتي بلا والو. هذه هي التمظهر ديال هاد المشاكل ديال هذا الراجل طبون. تيولي كلب ديال العيالات. هاد النوع هذا هو اللي غتلقاه كيكون جالس في الطرام ولا في الطوبيس، كتطلع مرا قدو في لاج كينوض ليها. تخيل كينوض لها. علاش؟ الله اعلم علاش. هاد اللعيبه هادي راه كارثه. هاد اللعيبه كارثه ديال بنادم عبد. صديقي ما كنوضوش لاي واحد، ما كنوضوش ليه من بلاصتو الا كان عنده شي عطب، كان مهرس ولا كانت مهرسه، الا كانت حامله ما تقدرش توقف، ولا راجل كبير ما يقدرش يوقف، ولا مراه كبيره ما تقدرش توقف. شاب ولا مراه في الربعينات ما كنوضوش لها من بلاصتو، ما كنوضوش لها من بلاصتو. ودابا تخيل دابا هاد المرة كيفاش غتشوفك نتايا. دابا انت راجل عندك 25 عام، كتنطبق عليك جميع الاوصاف ديال الراجل الطبون وكتنوض المراه من بلاصتك، غتشوفك بحال شي كلب، بحال شي كلب ما عندك قيمه. نوضتي راسك وخليتها هي تجلس. هذا موضوع تا هو. قلت لك باش هاد الانسان هذا كيبغي يحصل على النساء، كيبدا يلبس الجلابه ديال العبد، كيولي يتسخر للدريات، تيولي يسهل حياه الدريات. علاش؟ حيت كيسحب باللي الا كان بحال ما هكا الدريات غينعسوا معاه وغيعطيوه الجنس. هادشي اللي كيسحب هو. عرفتي هاد الرجال الطبابين كثار لدرجه ان كل مره كنعاود شي حاجه كنتفكر شي واحد داز في الحياه ديالي. واحد الدري كنت كنعرفو، كان كيقرا معايا في لافاك، كان كيحضر السيونس، كيحضر اللونفي، وكيقيد الكور كيسجل الكور اوديو، وكيمشي للقهوه كيشرح للدريات اللي ما حضروش. العام كامل هو كيدير هادشي، العام كامل. تخيل هذا شنو غنسميو هذا مثلا؟ واش هذا راجل؟ هذا غنسميو راجل؟ وخليكم نتوما تسميوه هذا خليكم نتوما تسميوه. وجينيرالمون العلاقه ديال هذا الراجل مع النساء كتكون علاقه ديال صداقه. البنت كتفرينزوني، ما عمرو غيحصل على شي حاجه منها، وهو كيزيد في العبوديه، ديالو. يقدر يولي يمشي بعيد، يولي يصرف على شي وحده غير باش تعطيه الجنس. تخيل. وهاد النوع هما اللي كنلقاوهم في اونلي فانس، واللي كيشريو لي سيرفيس سيكسيوال في اونلي فانس اللي كيخلصوا. هاد النوعات وهما داك النوع اللي كيصيفط تعبئه الدريات، كيصيفط تعبئه. حيت في الصغر ديالي انا وواحد الدري صاحبي كنصايبوا كون ديال الدريه، وكنبقاو نصبوا على بنادم في التعبئات. هادشي شحال هادي وانا صغير ديك الساعه، عندي شي 12 13 عام. ما كنفهمش، كنقول ويلي واش الناس مكلخين حتى للدرجه هادي. ما كنتش كنفهم ديك الساعه باللي راه بنادم فيه الجوع لدرجه انه كيصيفط للدريه ما كيعرفهاش تعبئه. تخيل. وهذا الشيء راه كنظن باقي انا شحال ديما خدمت في الدومين هذا، ولكن كنظن باقي الناس بهذا الكلاخ هذا. وهذا الفيديو هذا درته بهدف واحد، هدف هو نقول لك ولا نحضرك من هذا النوع ديال الرجال. الراجل طبون ما ديروش صاحبك، ما ديروش معرفه، ما تعمرش معاه ما والو. علاش؟ هذا الراجل هذا الكثره اختلاطه مع العيالات كيولي خطير عليك. علاش؟ غيولي يوصل الهضره اللي كتقول، وثيق بيا في اقرب وقت غيبيعك على قبل الدريات، غيبيعك على قبل الدريات بكل بساطه. كان عندي واحد الدري صاحبي، كان صاحبي، كنضحك انا وياه، كنجلس انا وياه. واحد النهار كنا جالسين وعيط ليه واحد الدري صاحبنا وما جاوبوش، ويتعيط ليه من وراه ب5 دقائق واحد الدريه اخرى كنعرفوها، هو يجاوبها. في ديك اللحظه قلت لراسي هذا اخر مره غتريح معاه. ديك اللحظه قطعت مع العلاقه. علاش؟ حيت كيما درت مع داك الدري غيدير معايا انا، ويقدر يديرها معايا في شي وقت اللي غنكون محتاجه، ويقدر يفلكني في شي وقت اللي انا
نقدر نخسر شي حاجه. داكشي علاش هاد النوع ديال الرجال من الاول تشوفو كلاسيه لوحو في طارو، ما تضيعش معاه وقتك، ما تضيعش معاه وقتك. ولا بغيتو تشوفوا التمظهر ديال هاد الرجال هادو، بغيتو تشوفوا الاجتماع ديالهم فين كيجتمعوا، غتمشيو لواحد واحد السيد كيدير لايفات في تيك توك سميتو الفقيه. هذاك الفقيه كيتجمعوا عنده الرجال الطبابه، هما اللي كيتجمعوا عنده. اي وحده مطلقه وعندها 4 الاولاد ولا 5 تيطلع شي واحد كيبغي يتزوج بها. انا هذه لحد الان عمرني فهمتها، كيفاش راجل كيقبل على راسو يصرف على ولد ماشي ديالو. غريب اصاحبي، غريب. كيفاش انت كتقبل على راسك تصرف على شي حاجه ماشي ديالك؟ زعما اللي عنده زعما شي فكره واللي عنده شي تفسير لهاد الظاهره هذه يقول لي في كومونتير، حيت انا ما قدرتش لحد الان نفهمها. حياك الله.